تعديلات جوهرية كبيرة أجرتها الحكومة الصومالية في مسودة الدستور الجديد التي أعدها خبراء في القانون. الحكومة أكدت أن تعديلاتها نهائية وغير قابلة للتغيير. وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا معها تأجيل إعلان الدستور. البعض من معارضينا يفتري علينا بقولهم إن الدستور مخالف للدين والعادات، ونحن اليوم نعرضه عليكم. فيما يتعلق بحدود الدولة، كانت الدساتير الصومالية السابقة ومن بينها المسودة الجديدة التي أعدها الخبراء تنص على الحفاظ على الأراضي الصومالية برا وبحرا، ولا تسمح بالمساس بها، بينما ترحب بالأراضي الجديدة التي ترغب في الانضمام إلى الصومال. أما التعديلات التي أجرتها الحكومة فقد تضمنت إضافة عبارة لافتة، وهي أنه في حال نشوب نزاع حدودي مع دول الجوار فإن الصومال مستعد للتوصل إلى حلول سلمية وفق ما ينص عليه القانون الصومالي والدولي. أما فيما يخص علاقة الدولة بالدين فنصت مسودة الخبراء على أن الإسلام مصدر التشريعات، لكن التعديل الذي أجرته الحكومة تضمن إلغاء هذا البند كليا، مع إضافة عبارة تقول إنه لا يجوز إصدار قرار يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. هذا الدستور وهذه المسودة طغت عليها وسيطر عليها الخلاف بين هؤلاء الموقعين، حتى أصبح كأنه وثيقة تعاقد ووثيقة اتفاق بينهم أكثر مما هو وثيقة اتفاق بين الأمة كلها. فيما يتعلق بالعاصمة القومية، نصت مسودة الخبراء على أن مقديشو هي العاصمة القومية، لكن الحكومة حذفت اسم العاصمة من المسودة واكتفت بالإشارة إلى أن للعاصمة مكانة خاصة دون ذكر اسم العاصمة مقديشو أو غيرها. تصوروا أن البلد الفلاني ليست له عاصمة، لابد أن يتم تحديد اسم عاصمة هذا الشعب. تمحور الخلافات الصومالية حاليا حول صياغة الدستور يعد في نظر كثيرين خطوة إيجابية، إلا أن بعض البنود الدستورية قد تكون أكثر ضررا من النزاعات السابقة، لأنها قد تؤثر سلبا في مستقبل الصومال كما يراه آخرون. فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.